ممكن اكون في نظرك خاين، ممكن اكون في نظرك خاين، لكن ده برضه ما بيكفي انك انت تعلق على الشيء، وايضا لك حق انك تنتقد، لكن على ابسط الاشياء يجب ان تنظر الى الطرح. الطارح ده خليه ممكن يبقى خاين، لكن الخاين ده ذاته مرات ممكن يقول لك معلش بتقع، ممكن يطلع صح كلام. فانا الداير اقول لك الان، انا بسالك وجاوب لي في التعليقات، انت ليه كم من الزمن ما سمعت بحاجه اسمها العمل العدائي؟ انا بسالك، اخر مره سمعت فيها العمل العدائي، العمل العدائي، العمل العدائي، قوات العمل العدائي، اخر مره سمعت الكلام ده؟ اخر مره سمعت لفظ العمل الخاص، العمل الخاص، قوة العمل الخاص، القوة بتاعت العمل الخاص، ضابط العمل الخاص، متحرك العمل الخاص، اخر مرة سمعت الكلام ده؟ اديك الكبيرة، اخر مرة سمعت متحرك الصياد، تحرك ولا واقف؟ 200. انا بزعل، ما تعتبرني انا مستهتر، انا بحاول بتعامل معك بالصيغة دي صراحة، داير تستشعر الحاجة دي حتى لو كان من باب الستر عشان تقدر تعلق. اخر مره سمعت العمل العدائي 200، وسمعت العمل الخاص 200، وسمعت اخر مره متحرك الصياد، تحرك ولا الى الان في حاله السكون؟ انا بسالك ليه الى الان الاعلام مصر انه يصور لك الاشياء مؤقته ما دائمه؟ عارف ليه؟ لان الاشياء فعلا هي ما دائمه. الاعلام دائما بيصور لك الاشياء مؤقته لانها ما دائمه، والدليل على كده لو جيت لاحظت بتلقى انه الدائم شنو اعلاميا الى الان؟ قادر تسمع درع السودان، وقادر تسمع المشتركه، وقادر تسمع لواء البراء. اصبح لا عمل عدائي عنده صوت، ولا اصبح العمل الخاص عنده صوت، ولا اصبح متحرك الصياد عنده صوت. ده دليل على انه فعلا وضعيه الحرب في الوقت الحالي، الجيش بعيد كل البعد ان يتحرك التحرك اللي انت دايره. انا عارفك انت داير تتحرك، انت داير تحرك اسمه نكنس، احمد هارون قال شنو؟ امسح اكسح ما تجيبه حي، صح؟ انت داير الكلام ده وترجم ده، الكلام ده الى الان ما عنده، ما في له ادوات، وطالما انه ما لا في له ادوات نحن ما بنقدر نقوله او ما نقدر نمشي بخطوه ثانيه، لانه الخطوه الثانيه ما بتكون تحت دائره المصلحه اللي بتمثلنا، الخطوه الثانيه بتمشي في مصلحه ما بتمثلنا. لذلك نحن بنصعد المساله اعلاميا. متحرك الصياد درع السودان الان وصل كردفان بالمناسبه، ولواء البراء بالمناسبه في معركه الصمام الاخيره كان هنالك قوات للواء البراء، وده دليل على ان القوات تحركت. دراعه على لواء البراء، المشتركه تحركت على كردفان، وده في حد ذاته تحرك لمساله فك حصار الفاشر وفك حصار كادوغلي والدلج. لابد ان تفهم الكلام ده كويس. ده كله بالمناسبه قاعد يتم بك تسويق. التسويق ده انه نحن نتقبل المشهد بتاع الركود ده. انا لو سالتني الان الجيش على المستوى العمل الميداني صفر. ابو حنان جنجويد طبعا، لكن ده واقع. اذا كان الواقع بيقول دي الحقيقه، بعد ذاك لو قال الجنجويد ولا قال الجياشي، ده الواقع. الان الجيش على مستوى العمل الميداني صفر، على ابسط الاشياء في محور الفاشر وفي محاور، في بعض المحاور كردفان صفر. صفر. والصفر احيانا دار تنظر له منظور، تنظر له منظور الاسترداد. في الفتره السابقه دي كلها الجيش عاجز من عمليه استرداد، وعاجز من عمليه فك حصار الفاشر، وعاجز من عمليه فك حصار كادوغلو والدلج. لكن رغم ذلك الحل ما فيه، لكن الحل ده ما بجيبه، والحل ده ما بيلقى فيه مصلحته. لكن الحل ده ممكن على ابسط الاشياء نطلع على طش، لكن يجب ان يصبروا. دي قضيه، والمعركه الكرامه هنالك من يدفع الضريبه، والضريبه لابد ان ندفعها جميعا. كلام ممكن تسبه بيثبتك. المقصود من عدم الاعتراف والمشي في مسار اخر وهو ايقاف الحرب هو انه نحن نحاول نطمنك بانه هنالك من تحرك وهنالك من يتحرك، وقد وصلنا وقد اخذنا وقد حرقنا، ولكن ده كله تاخير للبحث عن شيء ينعكس على ارض الواقع. هو ما موجود، لكن للبحث عنه في اللحظه دي. ما في زول بيراعي لك، ما في زول بيراعي لك، ما في زول بيراعي لك. يعني انت تاكل نارك،
في اللحظه ان احنا بنفتش عشان نلقى لنا حاجه نقدر نتحرك بها ميدانيا على مستوى الفاجر وكادوغلي والدلج، في اللحظه دي بالذات نحن ما عندنا، فنحن قاعدين نفتش. انت في اللحظه دي تتحمل، تقعد تتحمل، انت تتحمل لحد ما نحن نلقى الحاجه دي، وممكن ما نلقاه. اسمع طارق كجاب قشره. نحن ما بيوجعنا. انا اوصله كيف؟ ما انا داير اوصل له ذخيره ولا اكل ولا هنا بيشيل الدعامي. انت اسمع كلامي، الدعامي ده الحكايه دي صعبه، ما لانه الناس ما دايرين، الحقيقه انا ما بسلحه ولا بخليه ياكل ولا بيشرب، الناس ده جاعوا. الحكايه دي عمليا صعبه، مش لانه ما الناس ما دايرين، الناس شايفينه مقطعينه في مصارينه. سمعنا كلام طارق كجاب. طارق كجاب كلامه ده عرفتوه ولا ما عرفتوه؟ الكلام ده انا قلته انا جنجويدي، لكن يقولوا طارق كجاب عادي. طارق كجاب قال لك نحن ما لا نستطيع. طارق كجاب ده ما انا قلت الكلام ده انا جنجويدي خلاص، انا اي كلام. طارق كجاب الوطني الغيور الدكتور العظيم قال لك نحن لا نستطيع ان نعمل اسقاط ولا نستطيع ان نصل الى الفاشر على ابسط الاشياء في التوقيت الحالي. قد لا يكون دي الثقه اللي هو تحدث بها، لكن ده حديثه ماشي هنا. لا نستطيع ان نعمل انزال داخل الفاشر ولا نستطيع ان نصل الفاشر الان. قال انا لو عملت انزال بتاع سياح، قال العدو بشيله، يا الدعم بشيلهم. عشان كده انا ما بقدر. طيب في حاله انه ما بيقدر دي انت تتحمل تقعد انت. في حاله انه هو ما بيقدر معناه بالعندك ده انت تكاتل، وبالعندك انت تكاتل بيجي الاعلام ما دار يقول لك انه نقص. امس كان عندي 10 طلقه زي ديل، الليله طلعتها فكيت واحده بقوا 9. في الهجوم ال 27 اللي صديناه من 10 بقوا 9 طلقات. في الهجوم ال 50 انا سلاحي بكون بدون طلقه. فهمت ان احنا قاعدين ننظر للحرب دي بمنظور؟ فهمت ان احنا قاعدين ننظر لانه مسؤوليه المواطن لو كانت هي الاهم كان الجيش ملص كاكيو. كان الجيش بملص كاكيو يقول الحرب تقيف. ده كنا خاطين انه مواطن واحد انه يعيش. نستطيع ان نتنازل عن كبريانا تحت موضوع انه يجب ان اكون رئيسا او وزيرا او حاكم. كنا نستطيع ان نتنازل اذا كان هنالك خيار ما بين السلطه، كنا سنختار ان يعيش المواطن وحريقه في السلطه. الكلام ده ما عندهم. اسمع شوارع العيش عمل كم. بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار تكلية الفاشر اليوم الاحد 10 اغسطس 2025 الان تم شراء جوال العيش ب 11 مليار كما تشاهدون الان يا جماعه. الان في السوق ده الطاحونه، فهمت الوضع داخل الفاشل عامل كيف؟ ليه وصلنا مرحله انه الشوارع عمل 11 مليون؟ لانه احنا في الهجوم ال 227. عشان كده شوارع عمل كم؟ عمل 11 مليون. يعني نحن اذا كان بهذا الركود ولكن الاعلام نشيط عشان احنا نعيش تحت دائره التغييب دي، معناه في الهجوم ال 230 ممكن شوارع العيش يبقى ما في. انا داير اعرف حلوم منو في المواطنين الجودة. انا قلت لك كلام انت رفضته. قلت لك دايرين تتكاتلوا. وين؟ اختاروا المكان اللي دايرين تتكاتلوا فيه. انتوا جيش ودعم سريع، اختاروا المكان، حددوا لنا دايرين تتكاتلوا. دايرين تتكاتلوا داخل الفاشر دي، يا انت تشيلها يا يشيلها الدعم السريع. ادونا 3 يوم بس بميكروفونات من برا الدعم السريع المحاصر ومن جوا الجيش اللي قاعد جوا بميكروفوناتكم الاثنين. يا مواطنين الفاشر، نداء يا مواطنين الفاشر، في مسار، اختاروا المسار واتفقوا على المسار وخلوا المواطن السوداني ده يطلع ويتكاتلوا في الفاشر. يتكاتلوا. انا اخذت يدي في القسم 10 مرات. يوم الفاشر ده في ضغط من المواطنين سيعلن الجيش والدعم السريع ايقاف الحرب. لانه الجبان دائما بيحاول بقدر الامكان زي ما بيقولوا يلقى له مواطن يتدس خلفه. يا اخي ما ممكن يكون عنوان حرب كرامه
وعنوان حرب ديمقراطيه، ونكون مبسوطين بانه الفاشل نحن كدعامه محاصرينها واصبح نحن دعامه نفرح نقيف انه محاصرين الفاشل؟ ولا انت يا اخي ما قادر تعمل حاجه تجي تقول لي قال نحن صدينا الهجوم ال 227؟ انا اكتفي بهذا القدر واتمنى ربنا سبحانه وتعالى ان يولي فينا من يصلح.